تخيلوا معايا ريحة الكيكة وهي بتتخبز في الفرن. بتفكرنا بالبيت وبالحب والعيلة وبأحلى لحظات. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة ناعمة هشة اسفنجية طعمها يخطف القلب. سواء كنتي مبتدئة أو شاطرة ومتميزة في المطبخ، الوصفة دي هتكون سهلة وسريعة ونتيجتها مضمونة. هنضيف عليها كده تكاية هتخلي الطعم في حتة تانية خالص. هي عبارة عن صوص الشوكولاتة، هنعمل عليه كده لمسة بسيطة من طعم النسكافيه. ممكن تحطي بقى ريحة البندق، حطي اي حاجة انت نفسك فيها، حابة تبدعي فيها اللي انت حباه. المهم ان احنا هنخلي الطعم بتاع الكيكة النهاردة خطير يا جماعة. هتبقى سايحة كده وجوسي من جوه كده وخطيرة بجد. بس قبل ما نبدأ الفيديو يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اول حاجة هنجيب بولة فاضية، هننخل فيها 3 كوبايات دقيق. اهم حاجة الدقيق بتاعنا يكون بتاع الحلويات، تمام، وننخله كويس جدا عشان لو في اي تكتلات من الدقيق يعني رطوبة وكده ما تعمل لناش تهبط لنا الكيكة بتاعتنا. ننخله كويس قوي، وحتى يعني انا ما نخلتوش هنا، نسيت ننخل برضو البيكنج باودر عشان لو في اي تكتلات جوه الباودر بتاع البيكنج باودر ما يأذناش الكيكة بتاعتنا في اي حاجة. تمام، هنعمل رشة ملح، معلقة، يعني معلقة صغيرة كده من رشة الملح. تمام كده هنحط دلوقتي البيكنج باودر، وبعد كده نجيب المضرب بتاعنا نخرج من بس الدقيق اي هوا لو موجود جوه الدقيق. انا في الكيكه بتاعتي بحب استخدم 3 بيضات، ما بحبش استخدم اكتر من كده بصراحه ولا اقل. بس انتي تقدري تستخدمي مثلا بيضتين، في ناس ممكن تعملها ببيضه عادي جدا. اهم حاجه البيض يكون بدرجه حراره الغرفه. لو انتي مستعجله ومطلعه البيض من التلاجة لاقيه ساقع، ممكن تجيبي مثلا طبق حطي فيه ميه تكون في تراب دمع العين، حطي فيها البيض اللي انتي هتستخدميه يعني شويه وابدأي استخدميه. هنحط كوبايه سكر، كوبايه لبن، نص كوبايه زيت. مش هنستخدم سمنة ولا هنستخدم اي حاجة، هو دي بس المكونات اللي انا هستخدمها. هنحط رشة فانيليا، معلقة صغيرة خل علشان بس يشيل اي زفارة للبيض موجودة. ونضرب الكلام ده كويس جدا في الخلاط لحد ما يبقى القوام بتاعنا ممتزج تماما، مفيهوش اي تكتلات، السكر بتاعنا دايب تماما، مفيهوش اي حاجة خالص علشان خاطر ما يأذناش الكيكة بتاعتنا ولا يهبطها لنا، تبقى اسفنجية كده وهشة زي ما قلنا. عايزة اقول لكم كمان ان الخل محسن طبيعي قوي جدا للكيكة، بيخلي الكيكة تعلى احسن من البيكنج باودر كمان. احنا دلوقتي هنصب الخليط بتاعنا في الكيكة، تمام، وهنقلب باتجاه واحد، ما ينفعش اقلب يمين وبعدين اقوم راجعه شمال، لا خلينا نفس الاتجاه عشان ما ادخلش اي هوا موجود جوه الكيكه فيخليها تهبط. اهم حاجه عندي ان الكيكه تكون اسفنجيه، دي اهم حاجه عشان تبقى كيكه ناجحه. لو الكيكه طالعه مكتومه مش هتبقى حلوه خالص، تحسي انتي بتاكلي حاجه كده ملزقه مش حلوه. حسيت ان القوام بتاعي تقيل، ضفت عليها شويه من اللبن، تمام، تدريجيا يعني حسيتي لسه القوام تقيل شويه زودي لبن، حسيتي القوام بتاعك خفيف شويه زودي شويه دقيق. يعني بالنظر كده مش شرط يكون بمقادير معينه. هنقعد نقلب كويس جدا الكلام دوت. حسيتي ايديكي وجعاكي من انتي بتضربيه كده يدوي، ممكن تستخدمي هاند بلندر، تستخدمي خلاط اللي انتي حباه. اهم حاجه يكون الدقيق ممتزج تماما مع الخليط اللي احنا عملناه للكيكه. حطيت شويه شوكليت شيبس عشان يخلي الكيكة ليها طعم حلو من جوه، وفي نفس الوقت يدي شكل مع الكيكة لما بتتقطع. هنجيب القالب بتاعنا هندهنه دهنة زيت. انا هنا غلطت غلطة، بلاش انتوا تغلطوها انتوا كمان. حاولوا تخلوا دهنة الزيت من تحت فقط. انا دهنت القالب نفسه ورحت حطيت ورقة الزبدة ودهنت عليه زيت تاني علشان كنت اضمن ان هو ما يتحركش تماما او يحصل اي دروب معايا. بس فعلا حصل دروب وخلالي الكيكة بتاعتي كانت صعبة قوي، من تحت كانت فيها زيت كتير هتلاحظوه في اخر الفيديو. فبلاش تغلطوا الغلطة دي، يعني خليكوا احسن تدهنوه يا اما الورقة نفسها من فوق يا اما الورقة احسن وافضل من تحت في القالب نفسه. هنصب الخليط بتاعنا كويس جدا وهنضرب 3 ضربات او 4 ضربات عشان نطلع اي هوا موجود جوه الكيكة بتاعتنا.
وبعد كده هنبدأ نحضر الفرن بتاعنا علشان ندخل الكيكة فيه، ويكون الفرن مسبوق الحرارة بتاعته على درجة حرارة 200. لازم الكيكة تدخل والفرن يكون سخن. انا هنا فتحت الفرن وفتحت عليه المروحة علشان توزع لي الحرارة بتاعة الحرارة للكيكة فتسويها على طول من فوق ومن تحت. حضرت بقى هنا الصوص الشوكولاتة. كيك انا استخدمت شوكولاتة خام. انا بحب استخدم الشوكولاتة الخام، انت تقدري تستخدمي اي نوع انت حباه. حطيت عليها ظرف من النسكافيه، ده بيخلي الطعم بيعززهولي جدا وبيخلي الطعم مميز قوي. حطيت معلقة من الكاكاو، اللي هو الهوت شوكليت العادي، او النسكويك، برضو بيخلي لي الكيكة بتاعتي قوامها بيكون تقيل للشوكولاتة بتاعتها، بيبقى طعمه خطير قوي يا جماعة بجد. هنفضل نقلب الكلام ده كويس جدا، ما ينفعش يكون في اي تكتلات للهوت شوكليت او للشوكولاتة نفسها او النسكافيه. لازم يكون القوام بتاعها يكون ناعم قوي. عايزة حسيتي الصوص خفيف، تقدري تزودي شوكليت، تقدري تزودي كاكاو. ممكن ندوب شوية نشا صغيرين قوي، معلقة بشوية لبن صغننين، برضو بيخلي القوام تقيل شوية. بس هو انا زي ما عملته كده كان مظبوط معايا. هنا المفروض ان الكاميرا خانتني، كنت اوريكم وانا بعمل التست بالخلة بتاعت السنين عشان اشوف الكيكة استوت من جوه ولا لا، بس الكاميرا ما صورتش للاسف. فهو ده الشكل النهائي للكيكة بتاعتي بعد ما طلعت. اخدت مني بالظبط حوالي اقل من نص ساعة، اقل من نص ساعة بحبة كتير، بس انا ما حسبتهاش. انا بصراحة بفضل اتابعها بالنظر، انا ما ببصش على وقت، ويعني مقادير نادرا قوي ان انا استخدم مقادير. دلوقتي هنطلع الكيكة بتاعتنا. تمام. هتلاحظوا هنا بقى الحركة اللي انا قلتها، اللي كانت بالنسبة لي حركة غبية جدا، ان انا اعمل كده. الكيكة بتاعتي كانت من تحت فيها زيت كتير، هتلاحظوا على ايديا، بس مش مشكلة عادي، حصل خير. المهم ان انا الطعم معايا طلع مظبوط وكويس جدا الحمد لله. بس كده، لو وصلتي لحد هنا هتنسيش ترددي معايا الدعاء ده: اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وهستنى رأيكم في الكومنتات، وقولولي جربتوها وطلع الطعم عامل ازاي. دمتم في حفظ الله، مع السلامة.